السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكلمكم عن سمارت لوك من براند أول مرة نجربه اسمه وي لوك. أول حاجة هنا هيظهر معانا دليل المستخدم، والغريبة إن هو متوفر بلغات كتيرة جدا. يعني أول حاجة الأسباني، الألماني، فرنسي، ايطالي وانجليزي. ولو جينا بصينا كده على الانجليزي فهنا هيظهر بعض التعليمات المهمة جدا اللي لازم تاخد بالك وتعرفها قبل ما تركب اللوك ده عشان تقدر تركبه بشكل سهل وسلس. هياخد وقت معاك تقريبا 10 دقايق علشان تقدر تركبه. وهنا بعض الاعدادات المهمة جدا واللي لازم تقراها بشكل مظبوط، ودي اهم المواصفات. اول حاجة هيظهر معانا هنا كده ده اللوك نفسه، هنرجع له دلوقتي. وهنا هيظهر معانا برضو اهم المحتويات. لو جينا بصينا على العلبة دي كده هيظهر معانا هنا كده دي الكروت، ده الكارت طبعا علشان تقدر تفتح بيه اللوك. بيظهر معانا هنا 3 كروت، وبعد كده هنا هيظهر مفتاح الانكيه صغير، وده دبوس، وده عبارة عن مفك زي ما انتم شايفين كده. هنشوف هنستخدمه في ايه دلوقتي. وهنا بعض المسامير اللي احنا هنحتاجها وهنشوفها مع بعض دلوقتي. لو جينا بصينا على اللوك هنا في البداية، عايز اقول لكم ان خامته من المعدن وخامته كويسة جدا. وهنا هيظهر معانا لوحة مفاتيح علشان تقدر تفتح اللوك او الكالون اللي معانا النهارده. تقدر تفتحه باكتر من طريقة. اول طريقة من خلال الباسورد، هنا كلمة او رقم المرور تقدر تظبطه زي ما انت عايز، او من خلال برضو هنا الكارت. وفي نفس الوقت برضو اخر طريقة ان انت تقدر تفتحه من خلال الموبايل بتاعك، تنزل الابليكيشن اللي هو اسمه وي لوك، وبعد كده تقدر تستخدم او تتحكم في الكالون اللي معانا النهارده. طبعا في معلومة مهمة جدا وانت بتشتري الكالون ده، لازم تاخد بالك من المقاسات، لان كل باب بيكون ليه مقاس معين. معظم الابواب اللي عندنا دي مثلا من 50 الى 60 حسب سمك الباب نفسه. طيب لو انا سمك الباب مش عارفه بالظبط، فانت تقدر تشتري المنتج ده، ودي حاجة مميزة فيه برضو هنشوفها مع بعض هنا. اول ما بنفتح دي كده، طبعا دي ميزتها حلوة جدا. هنا لو انا الباب عندي سمكه اتخن من اللوك شوية، نقدر نوسعه ونضيقه زي ما احنا عايزين هنا حسب سمك الباب عندك. يعني طبعا لو الباب معدن فانت سمكه بيكون اتخن شوية، لو خشب او اي خامة تانية فانت بتقدر تظبطه حسب المقاس اللي عندك. طبعا هنا هتقول اللوك ده بيشتغل عن طريق ايه، فهو بيشتغل عن طريق البطاريات اللي هي ال 3A. طب علشان نشوفها مع بعض هنفتح دي كده. ده فايدة المفتاح اللي هو جاي معاها ده. طبعا مهم جدا تحتفظ بيه عشان ده معظم المسامير الموجودة بتقدر تربطها بيه. وهنا الفايدة برضو جايب لك مسامير إضافية عشان لو مسمار ضاع تقدر تركب مسمار تاني. بتفتح القطعة دي كده وتشيلها، وهنا هيظهر معانا مكان اللي بتركب فيه البطاريات. هنشوفها مع بعض كده. وهنا تقدر تركب 3 بطاريات من النوع اللي هو 3A اللي هو الصغير الخاص بريموت الريسيفر. طبعا البطاريات ديت بتقدر تعيش معاك لمدة سنة لو انت استخدمت بمعدل مثلا 10 مرات تفتح في اليوم. نفترض مثلا ان البطارية ديت خلصت، فتقدر تستخدم المنفذ الشحن هنا اللي هو المايكرو يو سي بي علشان تفتح بيه. يعني لو جيت مثلا في مرة لقيت ان البطارية ديت خلصت، طب هتفتح ازاي؟ فتقدر تفتح عن طريق منفذ الشحن اللي هو المايكرو يو سي بي، توصله بباور بانك وتشغله على طول. وهنا تقدر تعمل ريست للوك ده من خلال الفتحه دي. طبعا اللي عايز تعمل له اعاده ضبط المصنع وتظبط الاعدادات بتاعته. هنا عايز اقول لك برضو ان كلمه المرور دي تقدر تعمل 10 ارقام ل 10 اشخاص. الكروت تقدر تضيف لحد 20 شخص، وتقدر تتحكم في ده كله من خلال البرنامج بتاعهم اللي هو ويلوك. تقدر تشوف الهيستوري بتاع الاستخدام بتاع اللوك ده، مين اللي فتح مين اللي قفل. في نفس الوقت برضو ممكن تحط لوك او باسورد بشكل مؤقت. يعني انت مثلا في حد جالك فانت تقدر تديله مثلا لوك لمره واحده، يعني بحيث ان هو يفتحه باللوك بالباسورد اللي انت اديته له، بعد كده يقفل ما يقدرش يستخدمه تاني. ممكن تحدد له الوقت بالظبط، يعني تقدر تقول له انت هتستخدمه في خلال ساعه بالظبط. وده ينفع ان انت تستخدم اللوك ده طبعا بعيد. لو انت موصله بالانترنت لازم تشتري له قطعه صغيره كده علشان تقدر توصله بالانترنت.
دلوقتي احنا ركبنا البطارية في اللوك زي ما شايفين، وهنا في شاشة بتبين لنا الساعة والتاريخ، وفي نفس الوقت الحاجة اللي احنا بنعملها على اللوك نفسه. هنا نبدأ نحط مثلا الباسورد بتاعنا. هو الجهاز هنا او الكالون ده بيجي بباسورد من 1 إلى 6. هندخل الباسورد كده وندوس اوكي. هنا اللوجد زي ما شايفين. طبعا انا بنصحك ان انت لازم تدخل وتغير وتظبط الباسورد اللي انت عايزه. طبعا هنا برضو ممكن نستخدم الكارت اللي بيجي معاها زي ما شايفين من هنا كده، وبعد ما يقفل كده طبعا في صوت بسيط كده بيوضح لك هل اللوك مفتوح دلوقتي او اي حاجة انت بتعملها على الجهاز. انا بنصحكم بصراحة بالمنتج ده لو انت عايز تستخدم منتجات بسيطة ورخيصة في نفس الوقت في البيت عندك وتحوله الى سمارت هوم. لو انت عايزين تعرفوا السعر ومواصفات اكتر عن المنتج ده فانت هتلاقوها في الرابط اسفل الفيديو.